السلام عليكم. في الاول مبروك فوز الزمالك على النادي الاهلي. تقول لي يا عم انت ما شفتش الماتش ولا؟ اقول لك ايوه شفته. في الوضع الحالي للنادي الاهلي وفي الوضع الحالي لنادي الزمالك مبروك للزمالك على الفوز. يقول لك ده التعادل، اقول لك لا، فوز الزمالك معنويا في المباراة دي وباقي الدوري. مبروك الفوز لنادي الزمالك. مين الخطأ او مين السبب في تعادل النادي الاهلي اللي محدش راضي عنه، لا جماهير النادي الاهلي ولا لعيبة؟ تمام. في بداية المباراة انا بصراحة ما كانش حكاية محمد عبد الله ان هو يبتدي المباراة مع بنتايج مش حلوة، لان بصراحة شابوه لبنتايج وعبد الله السعيد وزيزو والسبب في الاهداف محدش يلوم الشناوي سبب في الهدف. لما بتتكلم لو هتتكلم كورة هكلمك كورة وانا معاك. عايز تتريق على اللعيبة هجيب لك لعيبة النادي الاهلي وكلها هتتريق لك عليها. حلو، انت بتتكلم كورة انا هوريك الكورة تتكلمها ازاي. انا دلوقتي ابتديت المباراة وخلاص يا سيدي، نزلت بالتشكيلة الأساسية وتمام واحنا رضينا باللي انت عملته وزي الفل. كولر في التبديل، هنتكلم مش هنتكلم في الأهداف دلوقتي، هنكلمك في التبديل. التبديل المفروض أنا لما أنزل وسام مش لازم أخرج جريديشار. ما هطلع مين؟ هطلع لك حسين الشحات. ليه؟ لأن جريديشار في الاستلام وفي السرعة يلعب في أي مركز. عايز تلاعب وسام أبو علي ورقم 9 في راس الحربة، أنا معاك خلاص. خلي جريديشار يلعبوا جناح. كريم الدبيس اتأخرت في تغييره. ليه؟ لأن كان أحمد نبيل كوكا ما كانش في المستوى، حسين الشحات ما كانش في المستوى، أكرم توفيق وهو السبب في هدف التعادل ما كانش في المستوى. أنزل مين؟ ما هو أنا بتكلم دلوقتي، أنت بتقول لك رجولة في الملعب. ما هو رجولة من غير عقل ما يبقاش. أنا لما أتكلم في كورة ده رجولة في الملعب، خلاص ده مكانه نص. أنزل لك محمد هاني، نزل محمد هاني. مش عايز تنزل محمد هاني، خلاص اتفقنا، بقى تنزل وسام ابو علي مكان حسين الشحات. حسين الشحات النهارده لعيب كبير ايوه ومعاه، بس ما كانش في يومه، ما كانش في استلامه في يومه. هتيجي للهدفين، اقول لك الهدفين شبه بعض. كسل من عمر جابر وبن شرقي استغل الفرصة وسجل الهدف. بن شرقي كان السبب الأولاني، وكان رامي ربيعة في استلام ناصر منسي للكورة وباصاته لعمر جابر. طيب بن شرقي كان مدي ظهره لمين؟ كان مدي ظهره لعمر جابر، ما كانش واخد باله. ليه؟ لأن بن شرقي هجومي بيهاجم بس في الدفاع مش قد كده. طيب تمام. لما عمر جابر اتقدم وخد الكورة وباص، هتقول لي السبب في الشناوي. الشناوي ملوش سبب في أي كورة. الكورة دي الشناوي أي حارس لما أنا بوقف لازم أسد الزاوية بتاعتي، تمام، والم نفسه على العارضه عشان ما يسجلهاش فيه، لانه لو سجلها فيه يبقى انا السبب فعلا. لان هو بصاها بره، انا اترميت، الشناوي ما جتش، ما صدهاش. اكرم توفيق في بصته لبنتايج قبل الكوره، يعني هو انا بص، هو باكرم توفيق بص كده شاف بنتايج. طب ما انا شفت بنتايج ما كملتش معاه ليه؟ احمد رضا في تمركزه المفروض كان يرجع تاني يوقف على خط المرمى. اكرم توفيق ما كملش مع بنتايج، كمل مع بنتايج واطلع معاه بره. اطلع معاه بره زي ما انت عاوز، اهم حاجه ان هو ما يشوطهاش. بنتايج النهارده كان بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليه بصراحه. بصراحه عايز اتكلم مع جمهور الزمالك، انا احط بن شرقي فوق دماغي من فوق لانه ما عملش فتنه. سجل الهدف ما احتفلش واعتذر لنادي الزمالك واحتفل مع نادي الاهلي. هتقول لي ما هو احتفل مع نادي الاهلي، ما اقول لك احتفل مع نادي الاهلي، ما هو سجل الهدف وجماهير النادي الاهلي كانت فرحانه بيه، فهو من حقه ان هو يحتفل معاهم. تمام، هو عمل كده واحتفل مع النادي الاهلي واعتذر لجماهير الزمالك. انا احط بن شرقي فوق دماغي من فوق واحترمه من الجنبين. بصراحه تحيه ليه في الكوره وفي في التمرير وفي التبديل. كولر بداية كولر من أول مباراة مش حلوة وما عجبتنيش، وهو ده الماتش بالنسبة لي.